يا هلا والله، وصفتنا لليوم هي مونة المكدوس على الطريقة السورية بطريقة كتير بسيطة وكتير سهلة. رح نعملها سوا. يلا نشوف شو هي مقاديرنا. في البداية رح نبلش بتحضير الفليفلة. الفليفلة عندي نوعين، حتى كمان حلوة. رح احتاج 6 كيلو ونص لل20 كيلو مكدوس. ممكن تحطوا كمية أقل أو كمية أكتر. مثل ما شفتوا فرمناها على ماكينة اللحمة بالشفرة الخشنة، بعدين حطيتها بالمصفاية وتقلتها حتى تنزل كل المي. بالنسبة للجوز رح اختار الجوز البلدي، هو أطيب نوع من الجوز للمكدوس. بالنسبة للباذنجان رح نختار الباذنجان اللي لونه هيك، هو أفضل نوع للمكدوس، رح يطلع قلبه أبيض ولونه كتير حلو. نحن هون استخدمنا الباذنجان الحمصي لقياس صغير. مثل ما شفتوا تخلصنا من العود الأخضر، بعدين حطينا الباذنجان بالطنجرة ورح نغمره بالمي. وأهم شي تتأكدوا إنه كل الباذنجان مغمور من المي، ونحط تقيلة فوقهم حتى ما يخنق أو يصير لونه أسود. رح نغليهم على نار عالية لمدة 25 دقيقة. بعد هيك رح نرفع الباذنجان من المي المغلية ونحطهم بمي باردة فورا، حتى يسهل علينا إنه نشيل العرق الأخضر من فوق. طبعا العرق الأخضر ما شلناه من أول لأنه بصير صعب علينا، وهيك بهي الطريقة صار سهل. وطبعا صار راس الباذنجان من فوق لونه أبيض وحافظ على بياض الباذنجان من جوا. وهلأ رح نبلش بعد ما برد الباذنجان بمرحلة التمليح. التمليح رح نعمل شق صغير بالباذنجانة، وبطرف الإصبع رح نعبي تقريبا قدر ربع ملعقة صغيرة من الملح، ونحشيها بالباذنجانة ونملحها كمان من برا. طبعا الملح ملح صخري، مثل ما شايفين ما شاء الله لونهم أبيض من جوا. رح نصف الباذنجان بهالشكل، بشكل متعاكس طبقات فوق بعض بالمصفاية، ورح نتقلهم كتير منيح، وكل شوي بنزيد التتقيلة أكتر. تقريبا رح ياخد من 2 ل3 أيام حتى ينشف المكدوس كتير منيح. وهون بعد ما نشف المكدوس ما شاء الله ناشف منيح ولونه أبيض من جوا. وهيك المكدوس صار جاهز معنا لحتى نحضر الحشوة ونشوف الفليفلة كيف نشفت. طبعا الفليفلة كنت محتفظة فيها بالبراد حتى تنشف كتير منيح، وكل شوي شيل المي اللي نزلت منها. رح ضيف للفليفلة بس سنتوم واحد وزيت. ضفت الملح والجوز البلدي بعد ما قطعته خشن، ممكن تقطعوه ناعم حسب الرغبة. تقريبا لكل 15 كيلو من البتنجان رح نحتاج كيلو من الجوز و5 كيلو من الفليفلة، أكتر أو أقل حسب الرغبة. تقريبا الكمية اللي عملتها 20 كيلو من الباذنجان، 6 كيلو ونص من الفليفلة الحمراء، وكيلو ونص من الجوز. في المكدوس بالقطارميز المعقمة والنظيفة، ونضيف الزيت فوقهم. أكيد رح نحفظ المكدوس بمكان بارد حتى ما ياخد طعم حموضة. وهيك مونة المكدوس صارت جاهزة معنا. بتمنى إنها تكون عجبتكم الطريقة، وكل سنة وانتم سالمين. إذا أول مرة بتشوفوا قناتي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، ضغط زر اللايك حتى يوصلكم كل جديد، ودمتم بألف خير.